في هذه المباراة بنقطة ستكون نتيجة مقبولة خطيرة إلى مالكوم تسديده يا ولد مالكوم روعة روعة روعة. لسه أتكلم على تعادل سلبي لم يحدث. العمل كبير من ميتروفيتش في التحضير، الضربة ولا أروع. 1-0 للزعيم مالكوم، رابع أهدافه في الموسم. مالكوم هدف هلالي أول بعد 24 دقيقة لعب في أحداث هذه المباراة. الجلاد مالكوم، نعم المرعب مالكوم في الخط الهجومي، التمركز، التموقع، الذكاء في التحرك بدون كرة، النهايات والروعة، البدايات مذهلة. ماذا عن النهايات بعد ذلك يا مالكوم؟ الكرة جميلة من مترو والضربة هائلة بالقدم اليمنى، يعرف كل سنتيمتر في المرمى ويعرف المرمى جيدا وقادر على صناعة الفارق. لم يكن متسللا مالكوم. لحظة تمرير الكرة من ميتروفيتش تماما في هذه اللقطة أمامك، ثم الاستغلال أمثل من جانب النجم اللي يصنف كجناح أو لاعب خط وسط، سميه ما شئت، ليس مهاجم، ورغم ذلك كان هداف الدوري. متابعة جماهيرية كبيرة، لكن شايف بعض الأماكن لا زالت خالية في ملعب الملز، لأنه قبل انطلاقة المباراة لكن يبدو أن جيسوس مرتاح. واضح جدا بالتأكيد أن جيسوس بقية. تسديدة قوية وفرصة وكرة تسلل على كويسون. يا لها من لقطة، يا لها من فرصة في منتهى الروعة، في منتهى الخطورة لمصلحة الاتفاق، لكن ياسين بونو أكثر من كرة. شوفها مرة أخرى، التسديدة من حمدان، طيرة سعود بتمريرة حلوة ومالكوم تسديدة، لكن الدفاع وكرة عالمي، ويحب الأهداف العالمية. التورنيدو ومن غيره، روعة يا سالم، جميلة يا سالم، كورة ولا أجمل ولا أروع، قذيفة رائعة. سالم يا عيني سالم، سالم يا عيني سالم،